أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير جميعا. لم أكن أتوقع ولا أتخيل أنني سأضطر أن أوضح مثل هذه القضية، ولذلك لم نتدخل في مثل قضية من تدعي بأنها ابنة صدام حسين، وهي يعني المدعية السمية الزبيري أو غيره. يعني لم أتوقع لم أتخيل يوما أني سأوضح قضية واضحة بهذا الوضوح وسخيفة بهذا الشكل. يعني صدام حسين تدعي فتاة بأنها ابنة صدام حسين. صدام حسين ليس صاحب يعني بائع متجول في شارع أو عامل فلاح في قرية لا أحد يعرفه، هو معروف وأبنائه معروفون، وكان رئيس دولة وأبنائه معروفين عبر الإعلام وصورهم منشورة في كل مكان. يعني مسألة واضحة تماما. كنت أرى أنه من السخافة، ولا أتخيل أننا سنضطر إلى توضيح مثل هذه الواضحات، فاستغربت. يعني تجنبنا الحديث عنها. أيضا وهذا رد على من يقول لماذا لم يتحدثوا الناس أو الجوانب الرسمية، لأن المسألة إن كانت أمام القضاء فالقضاء لا يصرح للإعلام وإنما يصدر الأحكام. يعني القضاء يقول أنا لا أصرح في الإعلام، أنا لا أصدر تصريحات وإنما أصدر الأحكام. وإن كانت أمام يعني لا يوجد هناك حتى مثلا قضية منظورة أو مثلا بلاغ أو ضبط، لم يكن هناك شيء حتى تبلغ عنه الجهات المعنية، وإنما ضيق في مواقع التواصل الاجتماعي على قضية تافهة تماما تم محاولة استغلالها وتوظيفها في الآونة الأخيرة، لما اضطرنا أن نصل إلى هذا التوضيح. يريد أن يشغلونا بكل تافه وبكل تافهة وبكل أمور لا قيمة لها أمام أمور هامة وخطيرة جدا تهدد مصيرنا ومستقبلنا وبلادنا ومنطقتنا والعالم كله وأمننا القومي ومستقبل أولادنا، ويريد أن يشغلونا بمثل هذه القضايا. على كل الأحوال هناك لجان تقوم بالعمل وتقوم بالتحقيق عندما كبرت المشكلة، وستعلن النتائج وستوضح النتائج بشكل أو بآخر. حتى مثلا مسألة يعني القضية من رمتها أن هذه الفتاة ادعت أنها ابنة صدام حسين. كان مسألة سخيفة ولا أحد يبالي بها. استغلت هذا الأمر في عمليات نصب واحتيال، حتى أن أول قضية دخلت إلى المحكمة لم تكن لها علاقة لا بفلة ولا بغيرها ولا كذا، إنما عبر أشخاص جاءت لتحاول أن تنصب عليهم وتقول لهم سلفوني أموال، أنا أصلا عراقية وهذا كذا وأنا بنت صدام حسين، فتستغلها للنصب والاحتيال. قاموا هؤلاء الأشخاص بالبلاغ، قامت يعني الجهات بضبطها. طبعا هذا قبل سنوات طويلة. قامت الجهات بضبطها وذهبت رفعوا عليها قضية في المحكمة، وأخذت المحكمة الوثائق واتضح بأنها مزورة، فحصتها وقالت أن هذه الوثائق مزورة، والمسألة كلها نصب واحتيال. يعني ليست المشكلة مشكلة انتسابها لصدام أو ليس لصدام، رغم أن الموضوع سخيف. معروف أبناء صدام ومشهورين وصورهم منشورة، وهو كان رئيس دولة ولديه يعني معروفين. يعني كانت هناك تقريبا بنته رغد زارت اليمن أكثر من مرة، مكثت فترات تقريبا محددة بحسب ما أعرف في اليمن، ثم غادرت. يعني معروفة وكانت تحضر في فعاليات وما إلى ذلك، يعني شيء واضح تماما. فليست المشكلة في هذا الانتساب، لكن المشكلة في استغلاله للنصب والاحتيال. أما مسألة الانتساب إليه فكانت ينظر لها إنها مسألة عادية، عبارة عن مختلة أو يعني تدخل في مرأة تريد أن تنصب وتحتال. تعلمت للهجة عراقية، وأيضا الأخوة العراقيين يوضحوا بأنها لهجة ليست ركيكة وأنها غير واضحة ولا غير مضبوطة يعني بالعراقية. فعلى كل الأحوال هذه المشكلة، يعني هو الانتحال فصلت فيه المحكمة بحكم قضائي. يعني نحن لا نستطيع أن نتحدث بعد القضاء. طيب إنسان يقول هنا لا يريد أن يقبل القضاء، هذا شأنك. يعني في نهاية المطاف هو الناس يحتكموا للقضاء، أعجبك القضاء أو لم يعجبك هذا شأنك. أنا لا أملك لك أي خيار آخر، لأنه هذا القضاء، يعني لا أملك أي خيار آخر. مسألة عندما تطورت المسألة إلى أن تريد مثلا أن تقول هذه الفيلا بأنها ملكها، باعتبار أنها بنت صدام حسين وأن هذه الفيلا منحت لأبناء صدام حسين. طيب طالما وهي مزورة للوثائق ومزورة حتى للدي ان ايه الفحص السابق، يعني طلع أنه لذكر وليس لأنثى وبأنه مزور وبأنه غير دقيق. طيب إذا كانت ما هيش بنت صدام حسين فأيضا ما هيش أولى بها. إذا كان أيضا هذه الفيلا ليست ملك أبناء صدام حسين وإلا كان طلب رغد وغيرها. فعلى كل الأحوال يعني قضية مركبة كلها تزوير، يعني لا يوجد شيء. ولذلك إذا لها ظلومية باسمع كذا يمين يسار أمامها القضاء مثلا، فلتذهب إلى القضاء. لم تقدم إلى الآن، هي تتحدث عبر الإعلام فقط. حتى أنها وللعلم قالت سابقا وقيل بعض الفيديوهات أنها اشتكت إلى مكتب السيد وأنها قدمت شكوى وبأن هناك لجنة وكذا. التقينا بلجنة مشكلة من مكتب السيد أو الأشخاص المكلفين ومن رئيس هيئة الأركان، لم يلتقوا بها من قبل. طبعا التقوا بها اليوم تقريبا أو كذا، وإلا كانت ترفض ولا تلتقي بهم ولم تقدم شكوى ولم تشتكي ولم توضح شيء، يعني فقط في الإعلام يعني والاستغلال الإعلامي، العملية نصب واحتيال. فهذه هي المشكلة. يعني أما مسألة تنتسب فلتنتسب لمن تشاء، إن شاء الله تنتسب للهواء، يعني احنا ما علاقتنا.
لكن على قد مشكلتنا هي في هذا استخدام هذا للنصب والاحتيال. على كل الأحوال القضاء هو من يفصل في الموضوع. ذهبت لتقوم بفتنة يعني وتستغل بعض المناطق بالرغم أنه غير مبرر، يعني غير مبرر أن تأتي وتقول أنا الحمية والغيرة لهذه المرأة. أين الحمية والغيرة عندما كانت سميرة مارش يعني عندما اختطفت عندما كذا؟ هنا سؤال عن الحمية والغيرة. على كل الأحوال مشايخ بكيل بيض الله وجوههم ردوا على هذا فدغم عندما طلعوا على القضية وقالوا لا علاقة لك، هذه قضية محكوم فيها في القضاء وهذه وثائق مزورة يعني، فما علاقتكم يعني، هذا ليس اختصاصكم، وأيضا في نفس الوقت أيضا الوثائق. هذا بحسب ما وصلنا. أيضا يعني من المستجدات المهمة أنه الآن بعد أن تم الإمساك بها طبعا فدغم حاول أن يفر، وبخلاف ما اتفقوا مشايخ والأعيان والناس المحترمين اتفقوا بأنهم يلتقوا الصباح، فهو حاول أن يفر. تفاجأت النقاط الأمنية بأنهم في شخص أو يعني مرأة مع شخص أو أشخاص وما عندهش محرم أو كذا وفق النظام عندنا في اليمن والقانون. فبلغوا، اتضح أنها هي وأنه مفروض أنهم ما يغادروش ومفروض أنهم يبقوا، فأمسكوا بهم وأودعوهم السجن لأنه كان يريدوا أن يفعلوا فتنة. هنا يعني جاء الدور لأن دخلوا اليوم يعني، وإن شاء الله خلال اليومين هذه ما تقوم به أيضا اللجنة هو أن يقوم الآن بالفحص عليها وعلى أبوها وعلى أخوتها يعني أقاربها، وإن شاء الله يعني عبر المعامل في الرسمية سيتم فحص الدي ان ايه الخاص بها وبأقاربها وتتضح الحقيقة يعني. وعلى كل الأحوال هذه أمور تفصيلية. القضية وما فيها أن هناك حكم قضائي يتحدث بأن هذه أوراق مزورة، وأن هذا حتى يعني يثيروا القضية حول مثلا قصدي الفيلا وأنه كذا وأنه سيطر عليها فارس من عوض، هو مستأجر لها قبل أن يحصل هذا الكلام كله، ثم أنه رفعت على الفيلا هذه قضية وتم ضبطها حجزها قضائيا يعني، وهي محجوزة للقضاء بحيث أنه القضاء أمر بالحجز عليها والتحفظ عليها واستمرارها في الإيجار يعني الذي هو مستأجر لها حتى يتم الفصل فيها، ومن اتضحت بأنه له تذهب له. طبعا هذا الحكم وهذه القضية ذي على الفيلا من أطراف أخرى يعني. فعلى كل الأحوال هذا يعني إيضاح بسيط. نستكمل وسنتابع القضية ونحقق فيها نحن يعني من منظور إعلامي، ونتابع حتى نصل إلى أكثر حقائق وتفاصيل، وسنوافي بكل جديد في القضية. وإنما تأخرت الأمور وكذا أولا لأجل العدالة، نحن ليس لدينا موقف مسبق، واللجنة تريد أن تسمع من الجميع وتريد أن تطلع على الحقائق من الجميع ولا تريد أن تصدر فقط تصريحات. وفي نفس الوقت أيضا لأن الموضوع واضح تماما يعني، لم أكن أنا شخصيا والله لم أكن أتصور أني سأضطر إلى أن أتكلم في مثل هذا الموضوع، لأنه واضح وضوح الشمس يعني. هو رئيس معروف ولديه أولاد معروفين، كلنا نعرف أولاده لأن صورهم منشورة وفي الإعلام موجود أسمائهم وما إلى ذلك. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.